هنتكلم النهارده مع بعض عن طرق تسخين العيش. اول طريقه طبعا احنا كلنا بنعملها، بنولع البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده، وبنحط العيش بالمنظر ده كده لغايه طبعا ما العيش يتحرق. المشكله مش في تسخين العيش، المشكله ان احنا بنسيب العيش يتعرض لدرجه حراره عاليه. طبعا الطريقه دي غلط، لان انت لو سبتيه يتحرق الطريقه دي صح شويه. العيش لما بيتعرض لدرجة حرارة مرتفعة بيطلع منه مواد ضارة بتعمل مشاكل صحية احنا في غنى عنها. اهم حاجة وانت بتسخن العيش متوصلهوش للون البني او اللون اللي هو المحروق او اللي احنا بنحبه دوت، عشان ما يبقاش غلط على الصحة. هو يا دوبك كده، او لو عندك مايكرويف حط فيه، او لو مولعة على اكل على البوتاجاز زي كده مثلا ممكن تحطها على الحلة كده هيسخن من البخار بتاعه بس. وكده يبقى حلينا مشكلة تسخين العيش ومعرضناش نفسنا لمشاكل صحية احنا في غنى عنها.